بصوت ما بيشبه إلا نفسه وبحضور لا يتكرر، بيطل الفنان الفلسطيني محمد عساف كحالة فنية استثنائية صاغت مجدها بالموهبة والصدق والالتزام. فنان متفوق بأدائه وخياراته، حائز على لقب أرب آيدول. صنع عنه فيلم بيوثق رحلة الإصرار والانتصار، ليأكد أنه النجومية حين تولد من الإيمان بالفن بتبقى وبتكبر. حقق عسف نجاح باهر بأرجاء الوطن العربي، وقدم عشرات الأغاني المحفورة بالذاكرة. ذكي باختياراته، صاحب مواقف واضحة، أمين عمهنته، محترم بالوسط الفني، واليوم يزور أستراليا ليغني ويلتقي بجمهوره الكبير اللي ناطره بشغف كبير. صباح النور لإلك من سيدني محمد عساف، تحية كتير كبيرة لإلك. يسعد صباحك ويعطيك الصحة، ويسعد صباح كل مستمعين صوت الغد. إن شاء الله يا رب هيك تكون أيامكم كلها سعادة وهنا يا ربي. هيدي أول يسعد صباحكم كل سيدني وأستراليا. هيدي أول زيارة لك لأستراليا. بدي أسألك شو يلي جعلك ودفعك أنك تتخذ هذه الخطوة، والهدف الأساسي من هالزيارة فنيا وإنسانيا. بس كنا عم نحكي أنا وياك تحت الهواء منذ لحظات، وقلت لي الطقس يا جيزان الطقس. الله يسعدك. يعني صراحة أنا كثير سعيد أني لأول مرة طبعا بكون أستراليا، وخاصة اليوم بعد يعني غياب عن الحفلات لمدة عامين كاملين. يعني صراحة يعني هذا يوم ما رح ينتسى، إنه وجودي بأستراليا وأول حفلة إلي بعد سنتين بسيدني وللجمهور العربي والجالية العربية بأستراليا. عن جد أنا سعيد جدا جدا لشغلتين، لأنه أنا رجعت إلى المسرح مرة تانية ومن خلال سيدني اليوم، وهذا اللي بيميز جيتنا اليوم كمان. من أهم هاي الشغلات إنه إحنا الحفل هذا اللي رح نعمله رح يذهب ريعه لدعم قطاع الصحة بفلسطين، وهذا الأهم شيء كمان اليوم أنا موجود عشانه، إنه أنا أكون جزء من تقديم المساعدة لأهلنا وأحبتنا في فلسطين، وبالتحديد قطاع زي قطاع الصحة. وهذا شيء أنا كتير بعتز فيه وبفتخر فيه. بتمنى عن جد إنه جاليتنا العربية، كل أهلنا وحبايبنا وجاليتنا العربية ككل بيسدني إنه يشرفوا هذا الحفل، ونعمل حفل يليق فيكم كجمهور وكجالية عربية بسيدني وبأستراليا كلها. يعني احنا مش بس بدنا نحكي كمان عن سيدني، احنا بنتمنى انه كمان اللي في المناطق الثانية انه يكونوا معنا بهذا الحفل. ان شاء الله بنقدم لكم مجموعة من الاغاني اللي بتسر خاطركم، والكل ان شاء الله يطلع هيك مبسوط، ونعطي نوع من الامل والسعادة لقلوب الناس اللي رح تيجي تتفرج علينا. محمد عساف، أول شيء اشتقنا لك، يسعدك ربي. لأغانيك والله وأنا كمان والله. واشتقنا لك يعني على بتعرف غياب المسرح، السنتين هذه شغلة وغياب مش سهلة على الفنان. غياب نعم ترك فراغ. طبعا طبعا. هو شوفي يعني الألم كان، يعني احنا ما زلنا يعني كلنا ككل، أنا متأكد إنه احنا بنتألم وحزينين على الوضع والأمور اللي حصلت بفلسطين، وبالتحديد يعني بشكل خاص في غزة. يعني شيء، يعني أنا بعرف يعني مهما أتيت من الكلام ومن التعبير مش رح نستطيع إنه إحنا نوصف هذا الألم وهذه المعاناة اللي عاشها شعبنا الفلسطيني، وحتى كل منطقتنا العربية أيضا مع بلبنان وسوريا وكل أهلنا وأحبتنا في هاي البلاد العربية العزيزة والغالية على قلوبنا جميعا. لكن إحنا اليوم جينا نأكد على الأمل وعلى وقوفنا من خلال الفن، لأنه هذا الفن هو رسالة، وهذه شغلة أنا ما بدعيها، بالعكس أنا مؤمن جدا فيها. الفن هو رسالة بتصل لقلوب الناس أسرع من أي وسيلة أخرى. اليوم إحنا بدنا نثبت وجودنا اليوم كمان بسيدني ولجاليتنا العربية، ونعيشهم معانا ليلة من الفرح والسعادة والمؤازرة إذا بدك، حقيقة من خلال الفن والأغاني اللي راح نقدمها بالحفل إن شاء الله اللي راح يكون بالICC بسيدني إن شاء الله. خيرا قلت. هم اسمح لي أسألك عن تحضيراتك لهالحفلة. هل شعرت بمسؤولية مضاعفة كونها الأولى لك بأستراليا، وجمهورك كبير كمان هون؟
طبعا الحمد لله. شوفي، أنا كتير عن جد مبسوط إنه أنا عن جد لأول مرة عم بغني بأستراليا، وهذا حدث كتير مهم أنا بالنسبة إلي على الصعيد الشخصي. إنه كان نفسي عن جد من زمان أجي وأعمل حفلات، حتى مش حفلة واحدة، للجالية العربية بشكل عام، وكل اللي بحبوني حتى من غير كمان العرب، لأنه أنا شفت يعني بالمطار في ناس أسترال تصوروا معي على فكرة، طلعوا بيعرفوني، وأنا كنت كتير مبسوط بهاي الشغلة حقيقة. لكن تعرفي بعد غياب السنتين أكيد مسؤولية. لكن أنا دائما بحب أحكي عن الأمل وشعور الأمل والسعادة، وال وإنه ننمي في نفوس الناس هاي المحبة للفن والتراث العربي والفلسطيني، ولا فلسطين بشكل خاص كمان. أنا هذا كتير كمان سعيد فيه، في ظل هذه الظروف والأجواء اللي إحنا كلنا بنعيشها، ولكن أيضا إحنا بحاجة إنه إحنا نسعد الناس ونعطيهم هذا الأمل ويكونوا الكل مبسوط. رح أقدم مجموعة من الأغاني الخاصة فيه والأغاني التراثية، سواء لفلسطين أو الأغاني بشكل عام تراثية عربية. رح نقدم مجموعة من الأغاني الفلسطينية واللبنانية والعراقية يعني كتير من هاي الأغاني، بحيث إنه إحنا نبسط كل جاليتنا العربية الموجودة في سيدني. نعم. أنت فنان معروف بمواقفك الواضحة والثابتة والشجاعة. كيف بتقدر أنك تحافظ على توازنك النفسي والإنساني وسط ما تشاهده يوميا من أخبار؟ يعني أكيد، شوفي، هو صعب. يعني أنا عشت، يعني بتعرفي أنا ابن غزة يعني، وأنا فقدت الكثير من الأحبة والأهل والأصحاب والبيوت يعني زي أي حدا من أهلنا وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. فكان يمكن صعب علي أنا، يمكن كشخصية عامة وكفنان فلسطيني، هذا الشيء كان كتير صعب علي وعلى نفسيتي بصراحة بشكل كبير خلال العامين الماضيين. لكن في نفس الوقت زي ما حكيت لك، كمان لازم صوتنا يكون حاضر. الفن هو أسلوب حضاري وجميل ومميز، إنه إحنا نعبر فيه عن أمانة وعن طموحاتنا وعن الأشياء اللي بتكمن داخلنا تجاه قضايانا وأمتنا. وأكيد هذا شيء أنا بعتز فيه وبحب دائما احكي. وعلى فكره هو مش وليد اللحظه، يعني انا هذا شيء ما بدعيه كمحمد. يعني اللي بيتابعني وبيعرف انه انا شو دائما من خلال الفن اللي انا بقدمه، حتى من خلال احاديثي، سواء على في المقابلات او في السوشيال ميديا اذا بدك، او يعني هذا جزء لا يتجزأ من حاضرنا ومن معتقداتنا والاشياء اللي احنا بنحترمها واحترامنا لشعبنا ولامتنا. وهذه شغله بالعكس، يعني انا بكتير فخور فيها وبحب دائما احكي فيها، لانه هاي الشغله اللي احنا عايشين عشانها. انا بتكلم كمان يمكن بشكل شخصي، انا ما بنظر على غيري. انا كفنان انا بعتز بانتمائي لفلسطين، وبعتز بانتمائي للوطن العربي الكبير اللي انا بحبه وبعتز فيه جدا. فاكيد لازم الفنان يكون جزء لا يتجزأ من هموم وبالاهتمام بهموم وقضايا أمتنا العربية بشكل عام، والأمور الإنسانية كمان بشكل عام، يعني بكل العالم. نعم. عشرات الأغاني اللي هي محفورة بالذاكرة وبعدة لهجات وبإبداع، كيف بتقدر تختار الأعمال اللي بتشبهك واللي ما بتتكرر؟ يعني أنا بدي لك شغلة، أغانيك دايما بنسمعهم على صوت الغد، ولما بنروح مثلا على مناسبة حتى لو كانت لبنانية أو غير لبنانية، في كتير من أغانيك بتنطلب. فهيدا الشيء جميل إنه أنت قدرت وصلت لهالقلوب كلها سوا. يعني الحمد لله. هو شوفي، الاختيار دائما أنا بنبع من إحساسي ومحبتي. مثلا أنا بحب الموضوع كموضوع، الكلمة الحلوة، اللحن اللي المميز يعني. فهذا الشيء، ويمكن يعني إذا بدك أنا بزعم، يعني أنا ما بحب أحكي عن حالي، يعني بقولوا مداح نفسه كذاب زي ما بيحكوها، لكن أنا عن جد بكون سعيد إنه، لأنه عارف الفن أنا بالنسبة إلي هو ما عنده سقف معين. الإبداع ما عنده سقف معين، سقفه السماء. قديش أنت بتقدري تبدعي وإنك تقدمي لهجات مختلفة وموسيقى مختلفة، ويكون عندك جمهور كمان مش مخصص إنه تحاولي إنه تثبتي إنه أنت بتقدر تغني لهجات كتيرة وموسيقى بأنواع مختلفة. وهي شغلة يمكن خلينا أقول يمكن أنا تميزت فيها، لأنه أنا غنيت
أغلب الألوان، يعني غنيت من ناحية اللهجات، من ناحية النوع الميوزك إذا بدك. يعني كان عندي أعمالي يعني غير أعمالي اللي الناس بتعرفني فيها، الأعمال الوطنية الفلسطينية باللبناني. يعني أنا قدمت أغاني كتير حلوة زي أغنية لوين لوين بروح، يعني من أهم الأغاني اللي أنا بحبها وبعتز فيها، ومن لأنه أجملها كان لها ومن فال أجمل الأغاني خير كمان. علي. نعم. صراحة. والأعمال العراقية اللي أنا قدمتها والحمد لله، يعني يعني الحمد لله نجحت فيها نجاح يعني أنا حتى شخصيا يعني ما تخيلته كمان. لكن الحمد لله هذا هو اللي أنا بحكي عنه، إنه الفن والإبداع شيء يعني ما بيعرف حدود. وإنه بحس إنه اللي بيستطيع إنه يعمل أشياء مختلفة ومنوعة، هذه شغلة مميزة، إنه حدا يعملها. دائما لأنه بنسأل إنه محمد إيش هويتك الفنية؟ أنا بحب أحكي دائما إنه هويتي الفنية مش لون واحد، مش بتعرفي دائما الإنسان بحب الألوان اللي كتير شغلة حلوة، إنه الواحد يبدل ويغير. هاي شغلة كتير مميزة بحسها. وإنه بتستطيع إنه أنت تعمل وترضي أكبر عدد من الجمهور العربي اللي بحب يسمع لهجات مختلفة، بحب يسمع موسيقى مختلفة. ويمكن زي ما بقول لك، أنا ما بمدح حالي بس بقول إنه تميزت بهذا الجانب. بس ما تنسى محمد أنه أنت ملك الجميع. يعني من وقت ما ظهرت ببرنامج المواهب اعتبروك بالجالية العربية أنه أنت منهم وفيهم. ومن هون يعني انطلقت، ويمكن كمان إتقانك للهجات وغنائك بهالشكل الرائع جعلك فنان عابر للحدود لو صح التعبير. بدي أسألك عن أرب آيدول وبرامج اللي هي الهواة اليوم أحلى عم بتتابعهم. شو رأيك بمستوى الأصوات والبرنامج يعني ككل اليوم؟ البرامج الفنية هي شيء مميز وبساعد الأصوات الجديدة والأصوات العربية، لأنه صدقيني أنا متأكد يعني في عنا أصوات جميلة ورائعة وخفيفة. وأنا متأكد إنه الناس اللي بتتابع هاي البرامج بتشوف قديش في أصوات جميلة. وأنا بحب هذا الشيء لأنه بيعطي فرصة كبيرة لكتير ناس موهوبين وأصوات جميلة إنها تظهر على الساحة الفنية العربية. وهذا بثري الساحة الفنية العربية في ظل يمكن إحنا يعني هالتنوع الموجود الموسيقي إذا بدك تحكي حاليا. لكن احنا بنحب يعني انا بشكل شخصي بحب الصوت الجميل، الصوت المميز. خليني احكي لك، وانه هو انا بحس انه هو اللي بيستاهل دائما انه يكون في الصف الاول، وانه يقدم اغاني حلوه بصوت جميل. لانه يعني بتشوفي كثير من الاغاني والتنوع اللي موجود والكبير. عرفتي علي كيف بالاغاني؟ لكن انا بحب وبفضل الصوت المميز والكلمه، الكلمه الحلوه واللحن الراقي الحلو. إذا عاد فيك الزمن لورا بتخوض نفس التجربة اليوم، وشو هي أهم نصيحة ممكن أنه تعطيها للمواهب الشابة؟ يعني شوفي بالتأكيد يعني أنا هذا حلمي والشغلة اللي بحبها أكيد حأعملها مرة ومرتين وعشرة يعني مش هم. بالعكس أكيد يعني. السؤال الثاني عفوا سألتني إياه إنه شو النصيحة اللي بتوجهها للمواهب. للمواهب. يعني بحب دايما أحكي إنه اجروا ورا حلمكم. هذا يعني الإنسان اللي عنده عزيمة وإصرار بيستطيع إنه يوصل. اللي بيآمن بموهبته وبقدراته بيقدر يوصل. بس في نفس الوقت خليني أحكي إنه يحافظ على قيمة الفن كقيمة، هم. مش كم، مش قديش انه بتقدم الواحد، قديش انه ممكن يقدم اغاني او كذا. انا بعتبر الفنان ذو حس مرهف. لازم الفنان يكون شخص مثقف، بنقل صورة حضارية جميلة و... ورائع، ويكون عنده انتماء لأهله، لبلده، ولقضايا أمته. هاي الشغلة أنا عن جد كثير يعني بثني عليها، وأنا بحب أحكي فيها دائما. لأنه الفن هو مش بس عبارة عن أغنية، هو جزء من حاضر ومستقبل وتاريخ الأمم. فأنا بعتقد أنه الفنان لازم يكون مميز بهاي الشغلات، بثقافته، بأخلاقه، برقيه.
وهي يمكن أنا بحب أحكيها أنه أنصحها للجيل الجديد أو الفنانين بشكل عام، حتى مش بس الجداد. نعم. مش بس الجداد، اسمح لي ككل بحكي. اسمح لي كمان وجه تحية تفضل. لعائلتك الحلوة والجميلة، وبدي أسألك الله الولاد يحفظك. عندهم تفضل. الصوت الجميل مثل بيون؟ والله لسه صغار، ما عرفتش لسه انه بس اذا هذه ببين، الشغله بيقولوا من موجوده. الأول بس هم ببين. كتير بكونوا مبسوطين يعني علي لما بسمعوني بغني وهيك مم. وبيتفرجوا. يعني انا مم. كتير بكون مبسوط انه بيعرفوا هاي الشغله، والحمد لله رب العالمين. الله يخلي لكل حدا إذا بدهم اهله يدخلوا وحبايبه. هالمجال الفني الصعب والوعر، بتشجعون أم بتحط والله لهم طبعا، ليش شروط؟ ليش هو شوفي، هو دائما الواحد دائما يسيب الامور اختيارات كل واحد. بتحسي هذه بتنبع لما يكبروا ويشوفوا الدنيا، يمكن يحبوا مجال تاني. بس انا اكيد حشجع يعني، بالعكس هذا شيء بعتز فيه بتحط لهم وبفتخر فيه. شروط؟ لا لا لا، مش شروط. كل واحد بيختار مم. طريقته، كل واحد عنده طريقته، احلامه، مستقبله. انا اكيد مش حوقف ضد احلامه ومستقبله. بالعكس، مم. بالعكس حنمي له اياه وحشجعه. مم. شو أكبر حلم عندك اليوم، وهل هالحلم تغير عن الماضي؟ سؤال غير شكل هذا. يعني شوفي، الرضا، يعني مش كثير بدي أعمل دراما، بس حقيقة الرضا شيء، أحلى شيء بالدنيا إنه الإنسان يرضى. يعني أنا دائما بقول الدنيا هذه أحلى شغلة فيها إنه يكون الإنسان عنده ضمير وأخلاق. في هذا الزمن اللي احنا بنشوفه للأسف. يعني بتعرفي أنا ما بدي أقلبها دراما آخر المقابلة، بس مم. بدي أحكي لك إنه عن جد الضمير والأخلاق والرضا، مم. حلو هدول أهم كتير. شغلة بحياة أي إنسان، مش بس حلو كتير كفنان. هالجواب، بس كمان حلم ما بيمنع أبدا إنه محمد عساف يكون فنان عالمي مثلا. طبعا، يعني بشوف احنا يعني انا بضل الانسان دائما عند يعني الطموح ما بوقف عندي. يعني عرفت علي كيف؟ برضو يعني انا ما بحكي عن حالي انه انا اهم واحد. يعني عرفت علي كيف؟ بس بالعكس، كمان ما بدنا إياك انا بحب تغيب عنا. اتعلم دائما. غبت سنتين ما بدنا إياك تغيب عنا. نعم، بحب بدنا دائما أغاني، بدنا اتعلم. أعمال، بدنا. طبعا اكيد، لا لا، مم. اكيد اكيد اكيد. لا ان شاء الله بوعدكم ان شاء الله الفتره الجايه حتسمعوا لي كثير اشياء. عم بحضر مجموعه يعني من الاغاني، بس عم بحاول اختار شيء مميز، يكون لابق لصوتي ولابق لاسلوبي بالغنى. عم بحاول يعني اعمل مجموعه اغاني صراحه. يعني صرت عامل كذا إشي الفتره الماضيه، بس لسه ما رسيتش يعني على شو بالضبط. يعني حبلش بشو يعني. مم. بس ان شاء الله مجموعه من الاغاني واللهجات. بحاول ادور على شغله هيك شوي مختلفه. اليوم عم بفكر بطريقه يعني شوي فيها نضوج اكثر زي ما بيحكوا. السنتين هدول اللي انا قعدتهم يعني خلوني شوي هيك ارتب بعض الاولويات، وانه خلوني شوي هيك اكثر وعي زي ما بيحكوا. نعم. يعني انه محمد، انا. تفضلي. محمد، هل بتعتبر إنه السوشيال ميديا عم بتسيطر اليوم على وسطنا الفني، وإنه الفنان ما اكيد بيقدر اكيد. ينتشر من دونه؟ هلا اكيد، شيء اكيد. ما حدا بيقدر. احنا في عصر السوشيال ميديا هلا. يعني انت شايف الناس كلها على السوشيال ميديا هلا. فبالتاكيد انه باي مجال، طبعا مش بس المجال الفني، بس المجال الفني بالتاكيد ما بيقدر اي فنان انه يعمل إشي. السوشيال ميديا بتساعد كتير. يعني خليني بدي اقول لك انه مش ما بيقدر يمكن بس السوشيال ميديا بتساعد كتير 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 بس في بدنا نعرف الانتشار. نستخدمها. فبالتاكيد بس بدنا طبعا، نعرف نستخدمها. بالضبط. طيب، شكرا ماذا لك، بالنسبة هذه احلى كلمه لتكنولوجيا قلتيها. الاي اي بالاعمال الفنية؟ هل انت طبعا مع او ضد؟ طبعا طبعا بالتأكيد. يعني امم. بتطور. شوفي دائما يعني اي مجال بالحياه بده يواكب الانسان التطور. اليوم الاي اي يعني كتير يعني بنشوفه في كل مجالات الحياه، حتى بالمجال الفني. يعني بيساعد في مثلا بترتيب الكلام، بترتيب اللحن بشكل كتير حلو. بس أنا مع إنه الأصل دائما إنه نهتم بتفاصيل الكلام والألحان. لأنه اليوم أنت بتعرفي، أو بجوز يمكن الناس، مش كل الناس بتعرف إنه اليوم الاي اي بيعمل لك أغنية جاهزة. يعني أي واحد بيقدر في البيت أمم. ينزل آب معين على الاي اي يعمل أغنية كاملة على فكرة. أمم. أغنية كاملة. بس بس الاصل هو يكتب إنه الاهم. هو بده مثلا إنه بده موضوع معين بلحن معين، عمل الأغنية في أقل من نعم. من 3 دقائق يعني. نعم، بس الاصل هو المهم، صح؟ بالطبيعي، المفترض طبيعي المفترض. هذا هو لازم.
احنا لازم يعني الاهتمام زي ما حكيت لك بالكلمة. هيك انا شوفي، انا مع حكاية سيب الخبز لخبازه لو اكل نصه. يعني حلو. اللي خبرته باللحن هو اللي يلحن، حلو. اللي بيكتب الكلام هو اللي طبعا اكيد. مين بس هذا أهم لا مين يعني انه أهم احنا ما ملحن نكونش منواكبش مين التطور أهم يعني ملحن بالمختصر. تعاملت معه ورح تتعامل معه مجددا؟ والله اقول لك عن جد، بدون مش مجامله، انا بحب الكل، كل اللي اشتغلت معاهم وكل اللي نفسي كمان اشتغل معاهم. يعني في حركه برضو فنيه جميله. مين في بعد حابب تشتغل معه؟ يلا أعطينا يعني هيك شوفي، انا سكوب خليني احكي مفاجأة. لك بشكل شخصي، انا في 2014 اشتغلت مع الراحل العظيم الكبير الاستاذ ملحم بركات. يعني كان لي الله الشرف انه يرحمه، الله يرحمه. يلحن لي اغنيه مم. اسمها شو بتخبرونا. مم. يعني أنا بالنسبة إلي هاي اللي بقدر أقول لك إنه عن جد كتير يعني إنه فخور إنه يعني صح لي إنه أنا أشتغل مع هذا الفنان الكبير. يعني الباقيين كلهم اشتغلت معاهم رائعين، يعني من كل مكان. يعني أنا اشتغلت بكتير بلبنان، اشتغلت مع زياد برجي، مع أحمد ماضي، يمكن كتير اشتغلت مع هادي شرارة يعمل لي أغنية ما وحشناك، من الأغاني كمان اللي كتير اللي كتير أنا بحب. اشتغلت مع موزعين كبار كمان بلبنان، بالعراق بأستاذ علي صابر. خليني أقول لك يمكن هدول المميزين اللي أنا بضل أتذكر. بمصر اشتغلت مع كتير من الملحنين والكتاب كمان، زي أمير طعيمة، زي محمد رحيم الله يرحمه الملحن الكبير. يعني كان لي الشرف كمان انه انا اشتغل مع هدول اللي عملوا حركة فنية جميلة في فترة كانت جميلة، فترة التسعينات وبداية الألفينات. يعني أنا لأني من الجيل الصغير، يعني فكان لي الشرف إنه أنا أشتغل مع هدول الناس. Thank you so much محمد يا حبيبتي عساف. الله يخليك ويحفظك يا ربنا يكون ربي. معكم. يا حبيبتي الله يخليك يا رب. وثانك يو على وقتك اليوم، وبتمنى لك بالعكس، النجاح بالعكس الله يخليك يا بهالزيارة رب. إلى أستراليا، وبتمنى أنه تتكرر بليز. بالعكس يا سلام، احنا بهاليوم ان شاء الله يكون مرة ومرتين وعشرة كمان ان إن شاء شاء الله. الله يا رب. إذا ان شاء ليلي الله. حابين أنهم يستحصوا على البطاقات من خلال تيكتك، تحية كتير كبيرة لمحمد عساف and thank you so much. يسلم ويسلم، شكرا كثير لك. شكرا.